السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا مزيان وفي احسن الاحوال وانتم كتشوفوا الوصفة ديال اليوم. في وصفة اليوم غادي نحضر معكم فطائر بعجينة ديال المسمن اللي سهلة. كيف كتشوفوا كتجي مقرمشة وخفاف وهشاش بزاف مع حشوة اللي لذيذة. خليكم مع الوصفة، تابعوها حتى الاخير وما تنسوش تخليوا لي لايك الفيديو. اول حاجه غادي نبدا بها هي العجينه ديال هاد الفطائر، وهي نفسها العجينه ديال المسمن. غادي نحتاج 3 زلايف كبارين ديال الدقيق الابيض، وغادي نضيف 2 معالق كبار ديال الزيت، وغادي نضيف الملح تقريبا ملعقه صغيره ديال الملح. صافي دابا غادي نجمع العجين. غادي نحتاج الماء اللي كيكون دافي، كنضيف شويه بشويه حتى كنجمع العجينه. من بعد ما جمعت العجينه كندلكها واحد شويه باش كتعطيني الطعم الخدمه. ما كندلكهاش بزاف حيت غادي نجمعها وكندهنها بشويه ديال الزيت، وغادي نديرها في كيس ديال بلاستيك باش كترتاح وكتعطيني الطعم الخدمه. وفي هذا الوقت غادي ندوز نقاد الحشوه اللي غادي نعمر بها هاد الفطائر. من بعد ما خليت العجينه ديال المسمن كترتاح كندوز مباشره نقاد الحشوه. في مقله غادي ندير شويه ديال الزيت، وكنزيد الفلفل الخضر والفلفل الاحمر اللي كيبقى اختياري على حساب المتوفر، وحبه ديال البصل اللي كيكونوا مقطعين، وكنحطهم على النار حتى كتشحر لي البصله مع الفلفل. من بعد ما تشحرت لي هنايا البصله والفلفل غادي نضيف قطع ديال الصدر ديال الدجاج. ممكن نضيفوا لاداند او الكفته او نديروا علبه ديال الطون، كيبقى على حسب المتوفر وعلى حسب كل واحد وشنو كيبغي في الحشوه. دابا غادي نضيف ملعقه صغيره ديال الملح، ملعقه صغيره ديال السكينجبير، الخرقوم، كنضيف التحميره وشويه ديال البزار. كنزيد 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس. كنحرك وكنخلي كلشي كيتشحر حتى كيدخل لي الطياب لدوك القطع ديال الصدر ديال الدجاج. دابا غادي نضيف واحد المربع ديال الشعريه الصينيه اللي كنكون رطبتها من قبل في الماء اللي كيكون سخون. كنخليها حتى كتطلق وكنقطعها بالمقص، كنصفيها وعاد كنضيفها لهاد الحشوه. كنخليها كتشحر مع هاد المكونات باش حتى الا كان فيها شي قطرات ديال الماء كينشفوا. واخر حاجه غادي نضيفها لهاد الحشوه هي الزيتون الاخضر اللي كيكون بلا عظم. كنقطعوه هكا رونديل ولا قطع اللي كتكون صغيره وكنضيفوه. وهكذا كتكون وجدات الحشوه ديالي. كنطفي عليها وكنخليها حتى كتبرد. ودابا غادي ندوز للعجين اللي خليته في كيس ديال بلاستيك باش كيرتاح. كيف كتشوفوا هنايا العجينه ارتاحت وكتعطيني الطعم في الخدمه. غادي نشكلها الكرات اللي كيكونوا صغارين في الحجم. وهادو هما الكرات اللي شكلت من العجين. كندهنهم بشويه ديال الزيت وكنغطيهم بكيس ديال بلاستيك. ممكن ندوزو مباشره باش نطلقوهم. الا شفنا العجين مازال عاصي في الخدمه ديالو كنخليوه يرتاح واحد 10 دقائق. صافي هنايا كندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت وكنبدي كنطلق في دوك الكرات ديالي. كنطلقهم في حل مسمن على سمك اللي كيكون رقيق مزيان، باش منين كنطيب هاد الفطائر كيجيوني مقرمشين من الداخل ومورقين. هنا كنحتاج شويه ديال الزبده اللي كنكون ذوبتها. كنضيف لها شويه ديال الزيت وكنبقى كندهن بها هاد المسمن باش كيجيني مورق من الداخل. بالنسبه للزبده انا استعملت الزبده الخاصه بالتوريق. كنحتاج تقريبا 125 غرام ديال الزبده. كنخليها حتى كتذوب، كنضيف لها شويه ديال الزيت وبها كنورق هاد المسمن. صافي المسمنه اللي كنخدمها كنحطها على جنب وكنكمل الكرات اللي عندي ديال العجين كامل بنفس الطريقه.
صافي هنايا من بعد ما ساليت التوريق ديال المسمن كامل، كنجيب اول حبه ديال المسمن اللي خليتها كترتاح وكنطلقها هكا شويه، ما كنرققهاش بزاف باش منين ندير فيها الحشوه ما كتقطعليش. مهم هكا كنحاول نديرها على سمك اللي كيكون متوسط. صافي هنايا غادي نبدي نحط الحشوه اللي كتكون بردات، ضروري ما كتكون الحشوه بردات باش ما كتقطعليش العجين. وكنضيف من فوقها شويه ديال الفرماج، انا هنايا درت هاد الفرماج ديال الساندويتش، ممكن نديروا اي فرماج متوفر عندنا. صافي هنايا نبقى نلف دوك الجوانب او الاطراف ديال المسمن على هاد الشكل وكنقلبها. الجهه اللي كتكون من الاسفل هي اللي كنرجعها من الفوق، هكا كنحصل على شكل ديالها اللي كيكون زوين. كنكمل بنفس الطريقه، غادي نعاود نجيب مسمنه وكنطلقها على سمك اللي كيكون رقيق شويه. كندير الحشوه ديالي وكنحط من فوقها الفرماج وكنبقى كنجمع في دوك الاطراف. وهادو هما الفطائر ديالي من بعد ما حطيتهم في الصينيه ديال الفران. كنجيب اصفر بيضه اللي كنضيف له ملعقه صغيره ديال صلصه الصوجه، كنخلطهم مزيان وبيهم غادي ندهن الوجه ديال هاد الفطائر. غادي ندخلهم الفران اللي كيكون ساخن مسبقا، كنديرو على 160 درجه. كنشعل عليه من الاسفل ومن الفوق في نفس الوقت، كنخليهم يطيبوا على خاطرهم باش كيجيوني مقرمشين من الداخل. وهادو هما الفطائر ديالي من بعد ما خرجتهم من الفران. كيجي الشكل ديالهم زوين محمرين ومذهبين، كيف كتشوفوا باينين هشاش من المنظر ديالهم. وباش غادي نزيد نزينهم، غادي نحط من فوقهم شويه ديال الفرماج الاحمر، كيبقى اختياري، ممكن نخليوهم كيف ما هما. غادي نرجعهم الفران غير على ما كيدوب لي شويه داك الفرماج الاحمر وكيقبط عليهم وكنخرجهم. وهادو هما الفطائر ديالي بعجينه المسمن، العجين السحري. كيجيو هشاشين بزاف خفافين، كيتفرتوا غير بوحديتهم كيف كتشوفوا في الفيديو بلا ما ندير لكم الصوت، يعني راه باين كل شيء. اما الحشوه كتجي حتى هي لذيذه بزاف ومعلكه. ننصحكم تجربوا هاد الفطائر، كيجيو رائعين. الى وصلتوا حتى لهنا ما تنسوش تخليوا لي لايك الفيديو، تعليق باش نعرف فيه الاراء ديالكم، وتشاركوا هاد الوصفه مع الاصدقاء. نتلاقاو في وصفه جديده وفيديو جديد. السلام عليكم.